السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هعمل صينيتين طاجين كده رز معمر وصينيتين عكاوي بنص كيلو او كيلو الا ربع بطاطس معايا. صراحة مش فاكرة قد ايه، ملكوش دعوة بالرز اللي بيقع ده، خليكم في الطاجن. اعمل بقى اتنين صراحة كان طعمهم تحفة وموضباهم توضيب كويس. اسهل حاجة في الرز معمر، سهل خالص ما بيتكلفش، هو اكتر من اللبن. ولو عندك سمنة بلدي سمنة عادية يعني ما بتكلفش، يعني طريقة السمنة اللي انا عملتها دي مش مكلفة وفي البيت برضو. ومعايا تعتبر 2 كيلو لبن قسمتهم على الطاجين. انا جبت اللبن ده وغليته عشان ما ياخدش وقت، وهنزل برضو بالملح. لقيت شوية لبن كده قلت ايه، زودتهم كده بشوية مية وقلت اخدهم بس، وانزل الملح. قلبت بقى، ما خدش وقت معايا صراحة، ولا في السوا حتى ما خدش وقت. وعمرو كان واقف معايا صراحة بيساعدني النهاردة، راح جاب لي اللبن وجاب لي اللحمة وكل حاجة. صراحة انا كنت محتارة اعمل الاكل ايه، لقيته جاب لي العكاوي دي النهاردة، وكانت جميلة اوي النهاردة العكاوي دي. إيه، وجايبها لي صغيرين مش كبار في السن. إيه، تعتبر لحمة صغير كلها، وعجبتني في السوا، ما خدش وقت في السوا خالص. بس كده خلصت الرز المعمر اهو. هدخله الفرن. انا مبحطش السمنة دلوقتي، السمنة دي اخر حاجة بحطها بعد ما الرز خالص يتشرب ويعمل وش وكله. لو انا حطيت السمنة ما بيطلع الوش، ما بيطلعش مظبوط معايا. اما بقى احط السمنة في الاخر الرز بيطلع كويس. انا كده بقطع البصل حلقان وبحطه كده في الصينية من تحت. والبصل اللي معايا هما دول بس، البطاطس اللي معايا برضو كان عندي شوية بطاطس صغيرين، كان شوية بطاطس كده صغيرين كنت جايباها صغيرة من السوق، برضو جبتها وقشرتها. انا قلت الموجود هعمله. وكان الطماطم دي عندي برضو، قلت برضو طلعتها. كنت صراحة محتارة ان انا اعمل اكل ايه، ان اللي لقيته صراحة عملته النهاردة. كل ده كان عندي في البيت الحمد لله الحمد لله. ونزلت بقى بالبطاطس. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا رب، يا مسهل الحال. انا كده بخلصها، بحط بقى التوابل ملح وفلفل وتوابل اللحمة، كل حاجة بحطها، وشوية كمون صغيرين وتوابل اللحمة والملح والفلفل. حطيت كل حاجة دلوقتي. وعندك لو عندك مرقة بتحطيها مرقة خضار. عملت اتنين كده، واحدة هنا واحدة هنا، وقلت اقلبهم. قلبت بقى البطاطس بالبصل مع الطماطم كويس، ونزلت عليهم بقى بالعكاوي. انا كنت عامله صينيه ليا وصينيه لاختي، بقسمهم على صينيتين بقى. كان عمرو بيقول لي قسمي مظبوط عشان اختك برضو ايه هتشوف الفيديو وتقولك لا ده انت واخده مني. بس اختي لا غلبانه والله، كل حاجه بنعملها مع بعض، ربنا يخليهم ليا يا رب. انا كده خلاص برص اللحمه، العكاوي دي مع صينيه البطاطس او مع الورق العنب بتدي طعم حلو قوي. اعملوا بالطريقه دي هتعجبكم قوي يا جماعه. ولو كان عندك كده قرنين شطة فلفل حامي برضو هقطعهم عليها. وكان عندي شوية صلصة في التلاجة برضو فضيتهم على الوش. جبت قرنين شطة، واحد أصفر وواحد أحمر، قلت أحطهم منظر كده يبقوا حلوين على صينية العكاوي. اللي ما عملش لايك واشتراك على قناة يوميات بيت العيلة يعمل لايك واشتراك عشان يوصلوك كل جديد. بص المنظر جميل ازاي. يا رب تعجبكم وصفة النهاردة. أكلة بسيطة يعني، أسرع حاجة عملتها النهاردة برضو، سريعة ما خدتش أي وقت. والرز سايباه زي ما هو بيستوى لسه على النار في الفرن. بزوق كده الصينية كده معايا مع الوش. بص منظرها تحفة.
والطعم كمان هيبقى جميل برضو. علقت على الصينيتين بقى، واجيب بقى غطيين كده اغطيهم عشان يستووا ما ياخدوش وقت في السوا. وكل ما تحتاج شوية مية كنت بحط لها شوية مية صغيرين. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي. بس خلاص كده، هشوف هعمل ايه تاني بقى. اهي بتستوي اهي، والرز معمر بقى ايه، وشه بدأ يرفع معايا اهو. هسيبه اما يكمل سواه. انا كده الرز استوى معايا، طلعت الرز. انا صراحة الرز ده كان تحفة النهاردة. صراحة في الطاجن ده قعدت اكلت منه ما شاء الله. كان كل اللي يجي يخش لي كنت اقعد اغرف له. دي السمنة اللي انا كنت عاملاها معاكم. بنزل بقى على الوش بقى عشان اشرب الرز. تعتبر بفتح الرز كله عشان السمنة تخش جوه الرز كويس. انا كده حطيت السمنة، وهدخله الفرن تاني عشان ياخد وش. ادخل الطاجن ده واجيب الطاجن التاني، اطلع ده كمان. بص ده ما شاء الله عامل ازاي. والله ولا بعاير الرز ولا اي حاجة، كله بحطه بالبركة كده. ما شاء الله جميل. يا رب لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك واشتراك في القناة. انا متأكدة هيعجبكم. الطريقة دي سهلة خالص، كل يوم لازم اعمل لكم حاجة جديدة. ده اليوم بتاعي النهاردة، وكان يوم بسيط خالص واكل بسيط النهاردة والحمد لله. انا كده دخلته الفرن تاني يستوى. انا ده استوى بقى ايه، قعدت اغرف منه نقنق منه لغاية ما التاني كده ايه سبته. عايزة وشه يحمر زي ده برضو. بص الرز مفرفر ازاي وجميل، والرز مزيت وجميل صراحة، وحباية من حبايتها. يا رب يعجبكم الرز ده. احنا بص نص الصينية كنا. ما شاء الله الف هنا وشفا على قلبهم. بتاع عمرو بيقول لي كفاية كفاية، بيقول لي كفاية هتتخن. قلت له لا عجبني الرز. قعدت اكل كتير. ما انا بوظنا الرجيم بقى، ولا رجيم ولا بتاع. نشوف بقى ايه ناكل بقى ونتغذى. بص اللحمة هنا استوت، هندخلها الفرن عشان تاخد وشها يحمر. ادخل الصينيتين برضو وشهم بقى يحمر كده وتديني لون حلو. انا كده استوى اهو. بصوا ما شاء الله تحفة، والف هنا وشفا. بصوا عامله ازاي. بص نزلت بقى كل الدهون اللي فيها العكاوي مع البطاطس. دوق البطاطس بقى وهم طعمها تحفة. دي طريقتي اللي انا بعمل بيها العكاوي. انت بتعرفون طريقتكم ازاي؟ عشان لو عجبتنا اعمل بقى نفس طريقتكم. يا رب لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بقى الف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير.